لأن الحسين عليه السلام جعل الحق والحرية قيمة ومثوبة، فلم يهمه النصر العسكري. كل هذه المحاور أحبة المشاهدين سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ سعود الساعدي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم معنا أستاذ سعود الساعدي. أهلا ومرحبا بكم وبكل مشاهدي قناة المسار الفضائي. أستاذ سعود، بداية نذهب إلى مدينة كربلاء لنلتقي بالأستاذ حسن الموسوي الباحث الإسلامي والإعلامي. أستاذ حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى، تحية لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. لك التحايا وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بهذه المناسبة العظيمة. أستاذ حسن، كيف نقرأ ثورة الإمام الحسين 61 هجرية ونحن اليوم في القرن الرابع عشر الهجري؟ في البداية أعزي الأمة الإسلامية وجميع الأخوة المشاهدين بعاشوراء الحسين، ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين سلام الله عليه. وللإجابة على هذا السؤال أقول أن القراءة الحقيقية لثورة الإمام الحسين والاكتشاف الحقيقي لكل أبعاد هذه الثورة لا يزال لم يكتمل، ولا تزال دروس هذه الثورة وعبر هذه الثورة ومعطيات، وبالتالي قراءتها تحتاج إلى أبحاث ومؤتمرات وندوات. لذلك نحن ندعو الباحثون العالمون العلماء المسطرون أن يكتبوا ويدونوا ويبحثوا ويدرسوا آفاق هذه الثورة وأسرارها وتجلياتها. أنا أزعم أن فيها من الأسرار إلى الآن كما قلت في البداية لم يكتشف، وأن فيها من المفردات التي يمكن أن تصلح كقواميس للحياة وحل مشكلات الإنسان وحل مشكلات المجتمع وحل مشكلات التي تواجه طبيعة القيادات ومراحل التغيير. كل ذلك موجود في قراءتنا لعاشوراء، ولذلك قراءتها من أبعاد عديدة يصعب أن نلم بها أو نتحدث عنها بهذه العجالة. لنأخذ مثلا البعد الاجتماعي في الأمة، يعني كيف هو انغماس هذه المبادئ في الشعوب، شعوب الأمة وأيضا شعوب بقية أرجاء المعمورة؟ يعني ليس الحسين اليوم في الأمة الإسلامية هو إمام، بل لدى الكثير من الشعوب والكثير من القادة والكثير من الثورات قد صنعت من خلال هذه الثورة. هذا هو الذي قلته في البداية. يعني من الأشياء التي تلفت نظر الباحثين وتجعلك تقف أمام هذه الثورة ومعطياتها التي ذكرنا على عجالة شيء منها، أنه ربما مرت في تاريخ الحضارات وفي تاريخ الشعوب والأمم ثورات أو قادة أو أداءات اجتماعية أو شعائر أو طقوس أو نمط اعتاد الناس عليه للخلاص أو للهروب من الواقع أو للتمسك بمبادئ معينة، لكن كلها بقت في إطار ومقطع زمني ربما محدد وزمان ومكان معينين. القضية الحسينية والبعد الاجتماعي فيها أنها استطاعت أن تجذر العلاقة بين كل هذه الشعوب بمختلف لغاتها وبمختلف مشاعرها وبمختلف انتماءاتها الحضارية السابقة للإسلام. لذلك نحن الآن في كربلاء وفي أرض كربلاء، وأمامي أشاهد من كل تقريبا أقطار الدنيا، من معظم أقطار الدنيا، من كل الدول المحيطة بالعراق والبعيدة عنه، ممن جاء بزيه، ممن جاء بدن قائد خاطب أستاذ حسن الموسوي، إن كنت تسمعني أستاذ حسن، عذرا المقاطعة، سنعود لك أستاذ حسن، لكن أنتقل إلى ضيفي معي في الاستوديو الأستاذ سعود الساعدي الباحث الإسلامي. أستاذ سعود، ربما تأخرنا عليك بعض الشيء، ما مدى تأثير الثورة الحسينية في الآداب، في آداب الأمة، في ثقافة الأمة، في فكر الأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نرفع أسمى آيات التعازي إلى جماهير أمتنا الإسلامية وإلى علمائنا العاملين الأعلام وإلى كل الثائرين والمقاومين والمجاهدين والرافضين لكل ظلم وجور وطغيان. أعتقد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كان لها تأثير مباشر على واقع الأمة سواء في عهد الإمام الحسين، والدليل هو ما جرى بعد هذه الحركة وهذه الثورة من تفاعل كبير وعجيب
وانفعال بها كانت نتائجه العديد من الثورات والحركات، والثورة العالمية التي أحدثها الإمام الحسين في عام 61، والتي لها أبعاد عالمية وأبعاد استراتيجية سواء على عهد وفي عصر الإمام الحسين أو على العصور اللاحقة وإلى اليوم، وإلى أن يرث الله المستضعفون الأرض بعد أن يقوم القائم وأن ينهي ثورته وينشر العدل والحق في كل أرجاء المعمورة. عادت النزعة الجاهلية، ألغاها النبي وركنها وكنزها من الحياة تماما، ألغاها شطبها. عادت بعد فترة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وفي العصر الأموي هناك مواخير وهناك حانات للخمر وهناك أماكن للرقص والدعارة، يعني بعد غياب النبي ببضعة أعوام هناك إشاعة للإلحاد، وهناك إشاعة لمحاربة لآل بيت رسول الله وللزندقة ولكل الأفكار كفكرة المرجئة القدرية التي تريد الناس أن يسكتوا على الظالم الحاكم الظالم المستبد الجائر، وتصور للناس كأنه هذا هو قدرهم الذي يجب عليهم أن يسكتوا إلى آخره. كانت حقيقة كانت ردة خطيرة. دعني أنتقل، عذر المقاطعة أستاذ سعود، الوقت ما زال معنا، سأعود إليك. أنتقل مرة أخرى إلى ضيفي من كربلاء المقدسة الأستاذ حسن الموسوي الباحث والإعلامي. أستاذ حسن، يعني ذكرت في المقدمة إنها قصة التضحية من أجل قداسة الحق الذي ثلم. كيف ثلم الحق؟ لنبين للعالم، لنبين لبقية شعوب الأمة الإسلامية من خارج العراق وخارج المنطقة، كيف ثلم الحق وكيف عاده الإمام الحسين عليه السلام؟ يعني لا شك كل الحركات التغييرية وكل الثورات وكل المصلحون عندما يأتون بنظرية أو منهج، هناك من يركب على هذه النظرية ويحاول أن يجيرها بشكل شخصي ويستفيد منها لمصالح شخصية، وهذه الفئوية والمصالح الشخصية موجودة عبر التاريخ. رسالات السماء، الأديان حرفها المحرفون كما حصل في الديانات التي سبقت الإسلام، اليهودية والمسيحية، وبالتالي أصبحت استئثارية لتنفيذ مصالح تبادلية بين السلطة وبين الكنيسة وبين الرهبان وبين رجال الدين، هذه الطبقة التي تريد أن تنتفع من الرسالات. بالمقابل يعني الإمام الحسين أيضا له تأثير كبير في الأدب أو في الروحية العقدية المسيحية لدى الكثير من الكتاب ومن الفلاسفة والمفكرين. يعني ما هي أسباب هذا التأثير؟ هناك علاقة ربما روحية بين الحسين وبين الكثير في العالم المسيحي اليوم. أحسنت على هذا السؤال. أنا أقول هذا تعضيد لما ذهبت إليه على عجالة في الإجابة السابقة عندما سألت أن النصرانية الدولة البيزنطية هي اللي قضت على الحسين. أنا قلت الطبقة المنتفعة من الكنيسة والرهبان وأدوات السلطة الذين حرفوا الأديان هم الذين يعني تآمروا بسلطة يزيد الذي كان قريبا منهم بالنشأة والانتماء، كما هي المؤشرات التاريخية أيضا لقتل الإسلام كرسالة حقيقية وتحريفها، وبالتالي زيادة رقعة مصالحهم والانتفاع ووأد الصوت الإنساني. لكن عندما تسأل عن أن الإمام الحسين له امتدادات عند جميع البشر ومن مختلف الديانات في النصرانية والمسيحية واليهودية والمجوسية وحتى الهندوسية وغيرها، هذا هو الذي أقوله وقلته وأؤكد عليه في البداية، أن الإمام الحسين الضابط الجامع لكل بني البشر، لأن حركته الاجتماعية كما قلت في البداية تضمن الصلاح والقيم والمبادئ التي تؤسس للإنسان الصلاح ولسعادة الإنسان، لذلك استقر في الوجدان الإنساني. وهذا التجلي العاطفي على مستوى الأدب والشعر والرواية والقصة والمسرحيات والأداءات والتمثيلات جزء من هذه الموروثات التي جعلت من الإمام الحسين سلام الله عليه المنقذ المخلص الذي يستطيع أن يحاكي ويخاطب العقل الإنساني والبشري أينما كان. لذلك أنت لا تجد في التاريخ أي شخصية وأي ثورة وأي قاعدة والقيادة تمتلك أبدا هذه المفردات العاطفية وهذا التأجج العاطفي وهذه الواحة القرحية التي قادرة على تحريك عواطف ومشاعر كل الأدباء من كل اللغات ومن كل الديانات ومن كل الأوطان. لذلك الأخوة المسيحيون أدباء المسيحية الحقيقيون الإنسانيون، أدباء بعض الأديان الأخرى الرساليون الإنسانيون الحقيقيون،
كلهم داروا في فلك الثورة الحسينية وفي شخص الإمام الحسين، وإذا صح لي تغنوا به كشخص، تغنوا به كقائد، تغنوا به كمصلح، تغنوا به كإمام، تغنوا به كشخصية قدسية وروح مرفرفة على هذا العالم بكل أبعاد السعادة الأبدية. ولهذا كان واحة شعرية وواحة أدبية.